في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. إنه لما رجفت الأرض بالكوفة زمن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، أي فاقبلوا عتبه وتوبوا إليه قبل أن لا يبالي في أي واد هلكتم. قال الحافظ ابن حجر: لما كان هبوب الرياح الشديدة يوجب التخويف المفضي إلى الخشوع والإنابة، كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك، لا سيما وقد نص الخبر أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة. وكتب عمر بن عبد العزيز في زلزلة كانت بالشام أن اخرجوا، ومن استطاع منكم أن يخرج صدقة فليفعل، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولذا عباد الله، كان من هدي الإسلام الاعتبار بالزلازل، وأن المرء المسلم مطالب بأن يفعل من أسباب الخير الظاهرة ما يجلب الله به الخير، ويدع من أسباب الشر الظاهرة ما يدفع الله به الشر. ومن ذلك التوبة والاستغفار والصدقة، والصلاة تشرع لها عند بعض أهل العلم دون جماعة. فقد صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للزلزلة بالبصرة